السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا المقروط بواحد الطريقه صحيه. مقروط طيب في الفران ومعسل في سل حره ديال المحلات، طبعا ماشي ديال الحره الاصيليه لان غادي يتقام غالي، والعقده ديال التمر درناها تقيوتات. غادي نبداو ان شاء الله في المقادير. عندنا جوج لايف ديال سميده رقيقه، السميده ديال الحرشه ديك خصنا نديروها تكون غاص، يعني نعمروها مزيان وغادي نمسحوها بشي موس ولا الكوبات. جوج لايف قلنا، وجوج لايف ديال السميده متوسطه كيف كتشوفوا، ماشي الغليظه. هنا عندنا الزبده، غادي نديرو زلافه لا ربع ديال الزبده، وغادي نكملوا العبار ديال زلافه عامره بالزيت العاديه. دونك زلافه لا ربع ونعمرو زلافه بالزيت العاديه. دونك جوج لايف سميده رقيقه، جوج لايف سميده متوسطه، وزلافه ديال الزيت وزبده. هنا عندي معلقه ديال الحليب بودره، معلقه كبيره. وعندي هنايا معلقه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الملح، غير ملحوها، راه المقروط معاه كيتعسل، الملحه كتزيد له واحد اللذه زوينه. وعندنا معلقه ديال السكر. غادي ناخذ لو بول نديرو فيه الزبده ديالنا، وناخذ السميده نغربلوها، ضروري ما تغربل كامله، وغادي نزيدوها على ديك الزبده، ونزيدو الحليب والملحه والسكر، وغادي نبروغراميو 30 دقيقه سرعه 4. ونعاونو بلا سباتول، ضروري نعاونو بلا سباتول. شوفوا تبارك الله كيتبسبس داك السميده مزيان، شربت ليدام. وهنا غادي نديرها في شي سالاديه ولا شي حاجه، وغادي نغطيها بلو فيلم اليمونتير ولا ديروها في شي بواطه وخليوها على الاقل 4 ساعات. انا غادي نخليها تبات، راه تقدروا تخليوها حتى يومين ولا 3 ايام. بالنسبه للتمر، هنايا التمر انا درت غير المعجون ديال المحلات، زدت عليه القرفه معلقه كبيره، ومعلقه كبيره ديال الزبده بوماد، معلقه كبيره ديال القرنفل المطحون، ساشي ديال الزهر، ومعلقه كبيره ديال السكر. وانا ضفت له 100 غرام ديال جلجلان مهرمشه شويه، و100 غرام ديال اللوز مقلي. وطبعا اختياري اللوز مقلي، ولكن جلجلان صدقوني لا هو لا اللوز كيعطيو له واحد اللذه رائعه، وكيرفعوا تم القيمه ديالو النيوتريتيف، يعني القيمه الغذائيه. فوالا خديته، غادي ندير له هكا حربول يكون صغير، دي باطوني هكا، ماشي صغار، كيكونوا شويه رقاق. وغادي ناخذ شويه من داك الخليط ديال السميده، غادي نحلو هكا كيف كتشوفوا، غادي نحلو بيديا مزيان. الا كانوا دي غرومو ولا شي حاجه غادي تحلو، وغادي نوجدو واحد الكاسرونه، غادي نديرو فيها شويه ديال الماء عادي من الروبيني، ودرت فيه فرتت فيه ضامه ديال الزعفران، ودرت فيه كاس كبير ديال الماء زهر، وخلطتهم غير باردين. وبديت نخلط هكا السميده. كيف كتشوفوا السميده راه ماشي كنعجنها ولا لا، كنديرها غير بين صباعي وكنزيد، وانا غير بحال هكا ما تنعجنش، بحال الا غير تنخلط. ضروري ما تعجنوش البنات، خاصته يبقى مبسبس، ولكن هذا العجينه خاصها تجمع. كنبقى معاها حتى كنحس بها ولات ليس وما كتشققش كيف كتشوفوا. هنا انا بالنسبه ليا كنخدم ان بودان طويل، ولكن بالنسبه لا فيديو غادي نقسم هاد الخليط. شفتوا كي كتجي لا تيكستور ديالو، غادي نقسموه على جوج ونخلي هذاك ترتاح، وهذا نجمع له الطريفات. كيف كتشوفوا راه ما خصها ما تبقاش مشقه من شي بلاصه، هانتوما. وغادي نجي نحفر حفيره في الوسط. هاد الطريقه ساهله، نحفر حفيره، ولكن اللي نوصيكم عليه هو خاصته ما يبقاش مشقق، تكون العجينه كلها ليس. وغادي نخشي فيه في الوسط هكا داك لو بودان يتخشى هكا في الوسط، ونجمع عليه مزيان كيف كتشوفوا. ما نخليش التمر ما خصاتوش يبان ياك. ونعاود نسرح هذاك لو بودان هكا حتى ياخذ لي القياس اللي بغيت انا.
انا ما بغيتش هذا المقروط يكون كبير، كنبغيه يكون شويه صغير باش الانسان ما تاكلش منها بزاف ولا ما يابيزيش في الحلاوه. من بعد غادي نبسطو، ضروري ما تبسطو هكا. وغادي ناخذ واحد الكوبات ونبديو نجمعوا له الجناب ديالو باش يجي مقاد ومتساوي كيف كتشوفوا. جمعوه مزيان، وخص ضروري ما يجيش مشقق. الا تشقق راه غادي دغيا يتفرتت لكم. هنا غادي نقطعو، انا ندير 2.5 وكنقطع كيف كتشوفوا 2.5 ونقطع باش يجي متساوي. نديرهم دي لوزونج كيف كتشوفوا. شوفوا تبارك الله كتجي فيه العقده باينه وما يجيش كله غير سميده، لا كتجي العقده تبارك الله فيه كثيره. هنا غادي ناخذ واحد داك المنقاش كيف كتقولوا له نتوما، النقاش، حنا كنقولوا له النقاش. اول مره غادي نغطسو في هذاك الخليط ديال السميده ونبدي ندير لي موتيف اللي بغيت. انا هذا الموتيف كيعجبني، كيجي زوين، كيبقى باين واخا يطيب ولا ما كيتخسرش كيف كتشوفوا. غادي نعاود لكم تشوفوا. المهم النقش ديروا اللي بغيتو، هذا النقش ساهل. داك النقاش خاصته يكونوا السنينات ديالو ماشي دوك الكبار وماشي دوك عاوتاني صغار. نتوما واخا تحيد لكم شي شويه واللي وردوها، راه هذا المقروط هذا ما تخافوش منه، هو راه غادي يجي هشيش وهشيش بزاف، ولكن ما تخافوش منه، غير رجعوا له، لان ما غاديش نديروه في المقله باش نخافوا لا يتحل ولا شي حاجه. نزيد ندير لكم مره اخرى. هانتوما يعني النقش ساهل. بغيتو ديروا النقش غير بالموس دوزو عليه هكا طريف هكا زعما دي لوزونج، ولا هذه هي الكميه اللي ماشي كميه، راه هذه كميه اخرى اللي كانت هنايا. وجدتو درتو في اللاطه ديال الفران وغادي نخليه يبات حتى هو. لا غد ليه غادي نطيبو على حراره 220. هنا راه كيبان مذهب البنات، راه ماشي بيض، هو راه مذهب. غادي نحطوه في شي سالادي، نحطو كامل ونحطو غير بشويه لانه هشيش، وغادي نغرقوه بهذا بالعسل ونخليوه يبات اون اوتر فوا. والغد ليه كنقطروه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا المقروط وتجربوه ان شاء الله لهذا الشهر الفضيل. هذه الكميه كدير كميه زعما ماشي كبيره ما وماشي صغيره عاوتاني. المقروط صحي، ونتمنى ان شاء الله الى عجبكم المقروط في الترموميكس. واللي كان مهتم بالترموميكس يتواصل معايا على الرقم اللي محطوط في لا فيديو. مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.